أهلا بيكم في بودكاست سر الغلط. أنا خالد أبو الدهب. هدفنا إننا نقدم خلطة نجاح بشكل مختلف جاية من مجموعة غلطات أدت إلى نجاحات كبيرة. الكاتبة الصحفية الكبيرة وعضو البرلمان أستاذة فريدة الشباشي، أهلا وسهلا. أهلا بيك. احنا في البداية أنا عارف إنها بتجمعنا صداقة أنا بعتز بيها جدا، وحضرتك من أكتر الناس الملهمين اللي أنا ببقى شايف ليهم خط ملهم لشباب كتير قوي، وعشان كده النهاردة أنا حبيت إن حضرتك تكوني معانا في البرنامج. شكرا، يا رب أبقى عند حسن ظن سيادتك والناس كمان. ايه اكبر غلطة حصل منها علام كبير في حياة حضرتك؟ يعني أنا غلطتها؟ غلطة حصلت على مدار الكارير بتاعك، العمل بتاعك او في حياتك، حصل منها علام كبير اتعلمت منها كتير قوي في حياتك. يعني أنا ما بعتبرش إن أنا، لأن عمري ما تعمدت أعمل حاجة أنا مش مقتنعة بيها، يعني فبالتالي هغلط إزاي؟ يعني بقول اللي أنا حساه وبقول اللي أنا شايفاه، بس طبعا الجانب ده في شخصيتي كلفني حاجات كتير. بالظبط. كلفني المواجهات اللي أنا اتعرضت لها في طول مشواري، وخصوصا لما اشتغلت في إذاعة فرنسية في باريس. اشتغلت 27 سنة، انتهت بأنهم رفضوني. ليه؟ عشان حاجتين. أول حاجة إن أنا رفضت أعمل انترفيو مع شيمون بيريز اللي هو كان وزير خارجية إسرائيل وقتها، لأنه أنا شفته في فيديو بيخنق أسرى مصريين بإيديه، وبغض النظر أنا رأيي إن إسرائيل هي العدو يعني الحقيقي. فاتهموني بمعاداة السامية زي ما احنا شايفين دلوقتي كده يعني. الحاجة التانية إن أنا رفضت أفوت كاتب، أفتكر يعني هندي باكستاني حاجة كده، كان عامل كتاب اسمه سلمان رشدي، وكان عامل كتاب اسمه آيات شيطانية، بيتريق فيه بيسخر فيه من آيات قرآنية في القرآن الكريم. فكان عملوا معاه لقاء في باريس ورد على أسئلة، فالمدير بعت لي حد يقول لي، كنت بعمل برنامج اسمه بانوراما بالليل كان مسموع قوي، إن أنا أفوت تصريحات سلمان رشدي في نشرتي. قلت له لا، رفضت بس انت ما طبعا. بتعتبريش ان ده اخطاء طبعا؟ لا مش أخطاء، أنا مش مقتنعة، وأنا بني آدمة برضو، يعني عندي مشاعري وعندي قناعاتي. فقلت للمدير بتاعي وقتها الفرنساوي، قلت له أنا محامية وما تلعبش معايا اللعب ده، لأنه اتهمني بأن أنا يعني عندي تحيز إسلامي، يعني أن أنا أصولية، يعني بنت بن لادن مثلا كده يعني. دي مشاكل أنا سجلتها في كتاب اسمه كاتم صوت، وسجلتها بالعناوين الفرنسية اللي كانت بتتهمني وقتها. بس الحمد لله يعني قدرت أفشل كل الادعاءات دي نتيجة خبرتي في القانون. لكن لقيوا لي حل، قصدي حيلة تانية، إن أنا مرتبي كبير، يعني كان فرنسا كانت واقفة على 35,000 فرنك بتوعي